بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة شعبية والكل بيحب يفطر بيها، ومن الحاجات الجميلة واللي إن شاء الله تبقى سهلة وما بتتعمل في البيت بتبقى حلوة جدا. وبتبقى ليها طعم تاني، وهقول لكم على مكونات ليها وإن شاء الله يا رب تعجبكم. هنعمل الطعمية. الطعمية من الحاجات الأكلات الشعبية المصرية ومن الحاجات الجميلة والمفيدة، لأن فيها خضروات وفيها الفول المدشوش وفيها بصل. أول حاجة هجيب ربع كيلو فول مدشوش، برضك نبتدي كده بكميات قليلة اللي أول مرة يعمل الحاجة عشان ما يعملهاش وتبقى مش طالعة مظبوطة، فنبدأ دايما بالكميات القليلة. هكون غسلاه ونقعاه على الأقل 8 ساعات. هنقعه وبعد كده اروح غسلاه تاني، غسلاه كويس قوي، وبعد كده اروح جايبه الخضره بتاعت الطعميه. بتبقى كزبره وشبت وبقدونس والكرات. الكرات انا مقطعاه صغير. لو موجود الكرات، مش موجود خلاص مش مشكله. وبصلايه وتوم مفروم. انا بحط فيها بصل اخضر، لو موجود بردك البصل الاخضر خير وبركه، مش موجود ممكن احط بصلايه صغيره من البصل العادي اللي بنطبخ بيه. هعمل ايه بقى؟ هحط كل المكونات دي على الفول المدشوش. الكرات اهو، والكرات بردك لو مش موجود مش مشكله، بس هو بيديها طعم حلو قوي. وهحط الخضره بتاعتي، وهحط الثوم، كل المكونات على بعضها. كده احنا حطينا كل المكونات بتاعتي، البصل والفول المدشوش، والبصل اهو قطعته حلقات، والثوم والخضره. بعمل ايه؟ بحطهم في الكبه، واروح ضربهم كويس جدا لغايه لما تنعم الطعميه. وهوريكم بعد ما ضربتها هيبقى شكلها ايه. دي بقى كده الطعميه بعد ما ضربناها في الكبه زي ما احنا شايفين كده. لو حد ما عندوش كبه ممكن يضربها في الخلاط، ولو في سوائل ممكن ان انا بصفيها عشان تبقى سهله ان انا اما اجي اقليها ما يبقاش فيها سوائل. ممكن اصفيها بالطريقه دي او اصفيها في مصفى، مفيش مشكله. بس زي ما احنا شايفين كده العجينه بتاعتي ريحتها جميله جدا عشان الكرات وعشان خاطر الخضره. وبتبقى حاجه نظيفه انا عاملاها في البيت، وبتبقى يعني موفره، ومقليها في البيت بيبقى الزيت نظيف طبعا. فبيبقى طعمها احلى من طعمية بره. وبعدين دلوقتي هقليها واوريكم شكلها بعد القليه. كده بقى الطعميه بعد ما قليناها، شايفين بقى كده شكلها جميل ازاي. عايزه بقى تكبريها تصغريها. وعملت جنبها بيضه مسلوقه، وشويه خضار بقى، جزر، بنجر، بصل. بجد جربوها، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه هتبقى جميله وتبقى حلوه كده. وكفايه ان احنا عاملينها في البيت بايدينا، يعني احلى سندوتش طعميه تاكليه من ايدك ويبقى له كده طعم تاني وهيعجب ولادك. وبألف هنا. وللبنات اللي لسه بتتعلم برضك تتعلم الحاجات دي، هتبقى جميله وسهله. ويا رب كده تكون وصفاتي سهله عليكم. جربوها وقولوا لي رايكم ايه.